أسعد الله مساءكم بكل خير وسعادة. أهلا بحضراتكم جميعا متابعين قناة الحقيقة مع بدران. أهلا بكم. اللي قال إن المصريين شعب ملوش كتالوج ده صدق. الشعب المصري شعب تعرفه فعلا حقيقة وقت المحن. الشعب المصري تلاقيه وتشوف عمله ورد فعله وقت المحن. أنا حاسس إن مصر يعني العدوان الثلاثي على مصر. بريطانيا أنا معرفش ليه بريطانيا تحديدا يعني شايلة مصر على دماغها. بريطانيا، أمريكا، الغرب، عدوان ثلاثي على مصر. دعوة النزول ل 11/11 بدأت وخرجت من الناطقين باللغة العربية والهاربين المصريين للأسف الشديد من بريطانيا. التخطيط تخطيط مخابراتي بريطاني وينفذ بأيدي الخونة. الدعوة ل 11/11 لهدم مصر ولتفرقة الشعب المصري والإشاعة الفوضى مرة أخرى داخل البلاد لتدمير مصر. ليه؟ بيكرهوا مصر، مش عايزينك تكبر من الآخر. ده حقيقة، أنت مش مصدق ده براحتك، ده حقيقة. طيب اللي حصل ده سبحانك يا رب. الشعب المصري توحدت صفوفه وكلمته بسبب المظاهرات والمطالبات بنزول الشارع. الشعب المصري توحد. الشعب المصري النهارده بيقول لك كلنا ايد واحده ضد كلنا ايد واحده لافشال خطه الغرب وبريطانيا لهدم مصر واستقرار مصر. الشعب المصري النهارده لا حديث عن العالم إلا عن مصر وعن الشعب المصري وتضامنه وحبه لمصر. التف الشعب المصري حول القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والشرطية لحماية مصر من مخطط 11/11 اللي باقي عليه ساعات. هو ده الشعب المصري. طيب، أخبار مؤكدة إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على عدد كبير جدا من الخلايا النائمة اللي بيتعاملوا وبيتراسلوا وبياخدوا تعليماتهم من المغيبين الهاربين الفارين خارج البلاد. تمام؟ 1. 2. قناة الجزيرة حدث ولا حرج. ولا أول مرة أسمع قناة الجزيرة تقول خبر جميل عن مصر منذ ساعتين. بتقول لك إن الدعوة ل 11/11 ما هي دعوة إلا للفوضى. دعوة 11/11 دي دعوات للفوضى. معتز مطر والاشكال الغريبه اللي بتدعو دي ابتدوا ييأسوا. حتى معتز مطر كان بيتكلم على القناه بتاعته بيقول لك ما حدش هينزل ولا حد نازل. حسوا بالفشل. ليه؟ لان الشعب المصري تكاتف وترابط. هو ده الشعب المصري. تحيا مصر مليار مره. طيب، بايدن جاي بكره يزور مصر، ورئيس الوزراء البريطاني حاليا هنا في مصر، ولكن ده السابق. اما الحالي كان اول امس وسافر. عايزين يظهروا للعالم ولامريكا ولبايدن اللي هي قياده العالم ان مصر دوله فيها انفلات امني ودوله وفيها تفرقه وحقوق الانسان والكلام ده كله، ولكن لن يحدث. الاجهزه الامنيه نشطه جدا. الشعب المصري نفسه رافض أي نزول للشارع، أي دعوة ضد مصر. تحيا مصر، تحيا الشرفاء. المصريين بالخارج راحوا قدام السفارات المصرية على مستوى دول العالم وعملوا تجمعات وبيأكدوا تضامنهم مع مصر وحكومة مصر وجيش مصر والدولة المصرية. هم دول المصريين حتى على مستوى دول العالم بره في السفارات المصرية في العالم. طيب، مؤتمر المناخ ابتدى يحصد نقول أهدافه. أكثر من 20 مليار دولار اتفاقات بين مصر وبين دول أجنبية للاستثمار في مصر. غدا ذروة مؤتمر المناخ، وإن شاء الله نتمنى وبإذن الله نجاح المؤتمر وتنال مصر مكانتها لدى العالم، مكانتها اللي لوثها بقايا ذيول الخونة. مكانة مصر
واستقرارها ووحدتها وقوتها اللي اتحاربت من بقايا ذيول الخونة اللي النهاردة الأمن المصري على قدم وساق. الحمد لله هم كشفوا عن أنفسهم النوايا الخاملة اللي هي مسمى اللي أنا بقوله بقايا ذيول الخونة. الأمن بيقبض عليهم النهاردة وقبض على عدد كبير جدا اللي هم المتواصلين واللي بينفذوا وبيدعوا لنزول الشارع غدا. مصر آمنة، بلد وطأت على أرضها أقدام الأنبياء، بلد ذكرت في القرآن أكثر من عشرات المرات تلميحا وذكر صريح لمصر. مصر لن يمسها سوء ما دامت في رعاية الله وحفظ أولادها عليها. ستظل مصر بإذن الله دولة قوية ونحن في رباط إلى يوم الدين. خير أجناد الأرض، خير أجناد الأرض. تحيا مصر، افتخر ببلدك، افتخر بمصريتك. والسلام عليكم ورحمة الله، وننتظر